أهلا بيكم مع فيديو جديد على قناتكم الدراسات الممتعة. فيديو اليوم هيكون الجزء الثاني من فيديو حل أسئلة الدرس الأول قارة أفريقيا الموقع والكشوف الجغرافية. يلا بينا نبدأ. المعلومة في الدرس كانت هي أنا راح أقطعك معلش. بيمر كمان فيكي أهم خط طول اسمه خط جرينتش. أما دوائر العرض فبيمر فيكي أهم دايرة عرض خط الاستواء، بس بيقسمك اسمها مش سواء. تلت في الشمال وفيها مدار سرطان، وتلت في الجنوب وفيها مدار الجدي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي طنط، ده أنا عندي أكتر من 70 دايرة عرض. تعرف ده معنى إيه؟ وإيه النتائج اللي ترتبت عليه؟ تنوع، نباتات طبيعية، محاصيل زراعية، ثروة حيوانية، تنوع في المناخ. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي ما شاء الله، موقعك الجغرافي هايل، 100 100. بيه اتحكمتي في طرق الملاحة العالمية. المعلومة في الدرس كانت هي لو جالي بما تفسر أهمية موقع أفريقيا، أيوة، هقوله مهم لثلاث محاور: استراتيجية، اقتصادية، ومش راح أنسى الحضارية. استراتيجية دي بتشرف هي على أهم ممرات مائية، باب المندب وجبل طارق، دول ممرات طبيعية، وقناة السويس دي ممرات بشرية. المحور التاني الاقتصادية، مقسومة 2، النقطة دي موقع جغرافي بيه اتحكمت في طرق الملاحة العالمية، وموقع فلكي بيه نوعت
مناخ نباتات، محاصيل زراعية، وكمان معاهم ثروة حيوانية. أما الحضاري أما الحضاري آه آه نسيت ولا إيه؟ دي نشأ فيها عدة حضارات. أيوة طبعا، بس أكسوم في إريتريا أثيوبيا، كوش في السودان، قرطش في تونس، حضارة قديمة مصرية. وكل الحضارات دي قامت على النيل ما عدا قرطاج، كانت بعيدة عن نهر النيل. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي كشوف الجغرافية للقارة الأفريقية للمصريين في العهدين حديث وقديم. هنبدأ بالقديم، أولهم الرحالة حر خوف. رحلات 4 يدوب، اتجه للجنوب، اكتشف أجزاء كبيرة منها من غير خوف. والتاني الملك نخاو التاني، أرسل بعثة دوران حول القارة، قعدت 3 سنين، خرجت من البحر الأحمر، كانت بجوار الشاطئ، ورجعت تاني من مضيق جبل طارق. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي كشوف الجغرافية للقارة الأفريقية للمصريين في العهد الحديث برضو كانوا اتنين، محمد علي باشا والخديوي إسماعيل أرسلوا رحلات لاكتشاف منابع النيل. محمد علي باشا اكتشف النيل الأبيض وده جزء من النيل ورسم خريطة لجنوب السودان، رسم خريطة للنيل. أما إسماعيل وصل بحكمه لجنوب دايرة الاستواء بعد اكتشافه لمنابع النيل. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي رحالة، أيوة، ابن بطوطة اخترق الصحراء شمال لجنوب حتى مالي. أما المسعودي أو الرحالة كتب عنها ما قالش أنا مالي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي برتغاليون في القرن ال15 من زمن راح في عهد الأمير هنري الملاح بدأوا اكتشاف أفريقيا للوصول للهند. داروا حول أفريقيا فعلا وصلوا للهند وحققوا المصالح وسموا الطريق رأس الرجاء الصالح، بس الطريق طويل ترتب عليه أقاموا المواني ومراكز تجارية لتأمين الملاحة والتجارة دي، واستفادوا جدا في رحلاتهم دي من كل كتابات الرحالة العربية. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي استعماريون، إنجلترا وفرنسا هولنديون، ليه اهتموا بأفريقيا في أواخر القرن ال18 وال19؟ تفتكر ليه؟ ليه سببين: واحد، لاكتشاف منابع النيل والنهب ثرواتها واستغلال خيراتها، وبعدين اتسرعوا عليها، قاموا قسموها لنهب ثرواتها واستغلال خيراتها. قسموها قسموها مين؟ ل54 دولة بصراحة مختلفة في المساحة، منهم 10 عربية، والجزائر أكبر دولة عربية وبيمر فيها خط جرينتش. أما جيبوتي أصغر دولة عربية، يا أصغرهم يا إتش. أما غرب القارة أصغر جزء في القارة، غرب خط جرينتش. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي طب ما النتائج المترتبة على التقسيم ونهب ثرواتك واستغلال خيراتك؟ عانيت من الفقر برغم ثرواتي وكثرة خيراتي. ماذا يحدث لو لم أقسم ولم تنهب ثروات أفريقيا؟ ياه، ما كنت عانيت من الفقر، وكان زاد الدخل القومي وازدادت ثرواتي وكثرت خيراتي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟
المعلومة في الدرس كانت هي دور مصر في أفريقيا ده دور علامة تعميق العلاقات وهي تحقيق تنمية مستدامة. طب ما النتائج المترتبة على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سنة 2019؟ تعميق حاجتين: تعميق العلاقات بدول القارة ودور مصري ريادي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ المعلومة في الدرس كانت هي دولة ساحلية يعني بتشرف على البحر، ودولة حبيسة يعني ما بتطلش على البحر. دولة ساحلية زي جزائر ليبيا ومصر، دولة حبيسة زي تشاد نيجر ومالي. وكل دول مدار السرطان دول ساحلية ما عدا دولة واحدة حبيسة هي مالي. يا ترى النقطة دي لما يجي يسأل عنها في الامتحان هيكون السؤال شكل واحد ولا ممكن يجي السؤال في عدة أشكال؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الثاني من فيديو حل أسئلة الدرس الأول قارة أفريقيا الموقع والكشوف الجغرافية. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.